بص بقى، ادي ميامي البي سايد. بص بقى المركب اهو، بقول لكم اللي بتلف بقى. بص عامله زي مدينه. بص العمارات بقى هنا وجمالها. دي الداون تاون بريكل والبي سايد وسنتر ميامي للسياحه هنا بقى زي ما انتم شايفين هنا. جميله ميامي، جميله. جواها احنا في مارس اهوت وانا لابس شورت. بص العماره بقى، بص العماره قد ايه. بص العمارات قد ايه بقى وجمالها حاجه. بصوا الانشاءات بقى هيعملوا الكوبري دوت ارتفاعه في قدام لا يقل عن 12 دور. بيعملوا كوبري فوقيه كمان. ابصوا بيعملوا كوبري فوقيه زي ما انتم شايفين، واخد نص العماره. بصوا واخد نص العماره. بيعملوا كوبري فوقيه، هيعملوا كوبري فوقيه اهو، بادئ اهوت. هنا هيروح ميامي بيتش، ان ازمه المواصلات هنا صعبه جدا. الدنيا صعبه. هيعملوا بقى كوبري تاني، يعني هما كوبريين فوق بعض يعملوا تالت يعتبر. بص دول تالت. انا هوريكم ارتفاع الكوبري دوت اما اوصل وانا رايح، وانا هاخد شمال. انا ان شاء الله هاخد شمالي. تشوفوا الارتفاع. شايفين الارتفاع قد ايه؟ بصوا ادي 1 2 3. بصوا 3 ادوار اهو، باين اهو 3 ادوار. شفتوا انتوا 3 ادوار ازاي؟ بصوا الارتفاع بقى، هوريكم الارتفاع عامل ازاي. بصوا الارتفاع عامل ازاي. بصوا الارتفاع اهو، هجيبه لكم من هنا. الارتفاع بصوا عامل ازاي. العربيات بصوا صغيره ازاي اللي تحت. ارتفاع رهيب، مش كوبري. يعني انا لو بصيت من تحت كده، بصيت تحت كده دوخ زي ما انتم شايفين. داون تاون اهي. بصوا طبعا انا فوق كوبري عالي، فالعمارات اللي انتم شايفينها القصيره دي مش قصيره، دي عاليه. انا بقى هنا كنت الاول اتوه في الكباري دي بقى. كنت الاول معرفش داخل شمال من يمين، ولا عارف اي حاجه خالص. مش عارف اي حاجه خالص. فالواحد الحمد لله يعني ابتدى ان هو يعرف كل حاجه الحمد لله يعني. بس بقى بتعب بقى الحمد لله. العيشة هنا مش وحشة، العيشة هنا جميلة. أمريكا فيها ميزات كتيرة. قلت لكم الميزات بتاعتها فيها ميزات كتيرة. يكفي المنظر ده، انت تصحى الصبح كده. أقل شقة هنا إيجار أوضة واحدة تعمل من 3000 ل 4000 دولار. أقل. بص دي عمارة لسه جديدة بتتعمل اهيت. يعني اقل شقة هنا اللي هي شقة اوضة وريسبشن صغير ومطبخ صغير تعمل لها 3 4000 دولار دلوقتي. طبعا عشان تتكلم في الشراء والكلام ده خش لك بقى في 750,000. حاجة صغيرة يعني ما تتعداش اوضتين يعني. مفيش الكلام ده. نخش بقى ايه على البيت عندي بقى. انا كده واخد سكة البيت بقى عندي في السيفن ستريت اهوت. هنا بقى عكس بقى. هنا يعني نقولوا ايه، هنا بقى الفاميلي هوم زي ما انتم شايفين. بيوت قصيرة بقى. تبتدي بقى البيوت القصيرة هي
مختلفة، يعني مختلفة عن الداون تاون. الداون تاون كلها عمارات، هنا قليل قوي ما بتلاقي عمارات. بص الشوارع عاملة ازاي، الشوارع نضيفة. يوم منتهي، احنا في يوم منتهي، يعني احنا لسه هينضفوا. المفروض ان هم هيصحوا الصبح بقى عمال النظافة والكلام ده تنضف. بص الشوارع عاملة ازاي، ما تلاقيش فيها ورقاية، ما تلاقيش فيها زبالة. كل حاجة هنا مواعيد الزبالة ليها مواعيد. يوم الحد مثلا عندنا في البيت يوم الحد، مش عارف يوم الثلاث او الاربع. يوم الحد او يوم الثلاث هاي الصناديق اللي انتوا شايفينها على اليمين ديت تطلع فيها الزبالة اللي هي الورق والكلام ده. ويوم الاثنين والخميس على ما اعتقد اللي هي بقى الحاجات اللي هي الازاز والبلاستيكات والكلام ده. مش اي حاجه، مش كل حاجه تتحط جوه بعضيها، لا الزباله والورق والكلام ده ايام في بوكس لوحده. دي محطه الاتوبيس، الناس بص مستنيين الاتوبيس بقى عشان يروحوا الشغل. هنا ميامي لذيذه، جوها جميل، صيف، الناس لابسه نص كم، يعني ما تحس ان انت يعني الصبح كده. انا بقالي فتره ما شفتش الصبح اللي هو، لان انا بخلص بالليل برضو، يعني ابتدي بالليل واخلص بالليل. فانا ما شفتش الناس وهي رايحه الشغل. ناس اشكال بيبقوا يعني كده زي بتوع مصر كده. واما كان الواحد بيروح الشغل الصبح والناس مستنيه بقى الاتوبيسات بقى بتاعت الشركه، واللي مستني مش عارف ايه، بيفكرني بايام مصر برضه. دلوقتي اما كنت بروح الشغل واشوف الناس بقى كده وانا رايح الشغل برضه، يا امتى الواحد ياخد اجازه. هنا بقى مفيش اجازات، هنا اجازات للناس اللي هي الرايقه، لكن اللي شبهنا مفيش اجازات. الواحد شغال شغال شغال، مفيش. ادي عربيه الزباله، بصوا عربيه الزباله اهيت، عربية القمامة اهي. بص ترفع الصندوق، هو ما بيعملش اي حاجة، هو عليه يرفع، هو يمسك الكباش يمسك الصندوق وهو يرفعه، خلاص انتهى الموضوع. ولا بقى يرمي في الارض يوسخ والكلام ده، لا. في واحد اهوت شفتوه جنب العربية ده، هوت شغلته لو ورقة وقعت بالصدفة ما بتقعش، يعني ما شفتهاش قبل كده، هو ياخدها يحطها، ما يمشيش خالص. فانا مش عايز اطول عليكم بقى. انا هعمل الفيديو دوت على 2، مش هينفع ان هو يبقى 1 لانه هيبقى طويل قوي يعني. انا مستغرب نفسي دلوقتي ان انا بالنهار، انا لما بطلع بالنهار بطلع ما يعتبرش النهار، انا بطلع بعد العصر عندنا، يعني بعد الساعة 4-5 بروح عند صاحبي دوت اشرب القهوة. لكن دلوقتي انا صايم، انا الحمد لله اتسحرت بس ما صليتش الفجر بقى لان كنت في الشغل، اروح اصلي الصبح ان شاء الله. فانا كنت في الشغل فصايم، مش هروح اشرب حاجة ولا بتاع. يعني انا لو كان في الوقت دوت كنت ممكن احود عليه اروح اشرب عنده قهوة باللبن. بيبقى عندهم زي الجلاش كده، الباتيهات والكلام ده، الواحد يغير ريقه والكلام ده. لكن انا الحمد لله صايم، فهنروح البيت بقى ان شاء الله ونستحمى وننام. فالواحد زي ما انتوا شايفين دي ميامي، شايفين البيوت عامله ازاي على اليمين، كلها دور واحد مختلفة. بصوا هنا المنطقة دي اسمها ليتل هافانا، يعني واخدين مسمى على هافانا كوبا، لان كل اللي انتوا شايفينهم دول، كل البيوت دي كوبانا بيقول، يعني كوبيين كله يمين وشمال.
هوريكم بقى مطعم هنا اوباما الرئيس الامريكي السابق اكل فيه، مشهور قوي. فيرسي هنا فيرسي مشهور قوي، وبيبقى زحمة بطريقة على طول زحمة، على طول زحمة يعني. من المطاعم المشهورة هنا قوي. عنده في الوش كمان، في الوش في الكاريتو دوت برضو. الاونر صاحب الاتنين هو واحد، صاحب اللي هنا وهنا واحد، بس ده بمسمى وده بمستوى، وده بمستوى وده مستوى. يعني الكاريتو مستوى اقل شوية وارخص، لكن فيرزي ده اغلى شوية. والمستوى الناس اللي بتجيله، ومشهور قوي الناس بتجيله بالاتوبيسات السياحة عشان اوباما اكل فيه وجاله، فكله بقى ايه مشهور قوي وكده. دي شايفين هنا في كافيتيريا، هنا واحد مصري فتح كافيتيريا هنا اسمه عماد، الله يمسيه بالخير، مصري هو، وفتح كافيتيريا وعلى شيشة بقى، والدنيا حلوة، وقهوة، القهوة المصري والشاي. رحت له مرتين تلاتة بس كده، حتى صحابي راحوا في مرة فبيسألهم امال فين مصطفى، ما بيجيش ومش عارف ايه. طبعا عشان انا اروح يعني، ما انت هتقعد لك ساعتين تلاتة، وهي ما تنفعش بالنهار، ان انت تروح بالنهار متبقاش حلوة. هي حلاوتها ان هم كلهم لما بيروحوا بالليل. فالواحد بيبقى بيكسل بقى، وطبعا اي يوم بيعدي على الواحد ما يشتغلش بيأثر معاه المسؤوليات. ده مطعم مشهور برضو بتاع سلفادور، اكلات سلفادور اللي على اليمين دوت. دي نيسان، باجي هنا بقى اوقات اصلح العربية، اغير زيت. دي نيسان توكيل، وده نيسان استعمال. هنا النيسان الجديد، ده الجديد. اللي جاي بقى استعمال بقى، عربيات مستعملة. بصوا البي ام ومرسيدس بصوا مرسيدس، بي ام، فولكس واجن اهو. بصوا المطعم اللي على اليمين دوت اهو. انا بصوا هعدي شوية هنا اهو. ده بقى مستوى تاني، وتلاقيه زحمة جدا. بصوا الناس واقفة ازاي الصبح، بياخدوا بقى الكافيه بتاعهم والكاكاو. بص الناس قاعدة بره مستنية المطعم يفتح عشان يخشوا. لا، ميامي زي ما انتوا شايفين، ميامي جميلة ممتعة يعني. حتى الحياة فيها، هي عيبها بس شوية اللاتين والكوبان، ودول اللي مقللين من مستواها، لان هم طبعا مستوى تحت شوية والكلام ده كله. فالموضوع بيبقى مقللين في كل حاجة، في سعر الساعة هنا، في سعر ساعة الشغل، في المستوى. في مستويات يعني. اللي هو متربي هنا، اللي هو مولود هنا، ده مختلف عن اللي جاي من كوبا، حتى في التفكير، في التصرفات، في الستايل بتاعه مختلف خالص عن اللي مولود هنا. اللي مولود هنا اتعلم هنا في مدارس هنا، اتعلم في كليات هنا. لكن اللي جاي بقى من كوبا دوت دماغه بقى كاسترو والناس اللي هي التعبانه دي والجعانين والكلام ده كله. مختلفين خالص مليون في المية عن اللي هم اتولدوا هنا في كل حاجة. فالواحد يعني بقدر الامكان ان هو بيحاول يتعامل معاهم على قد دماغهم يعني، لان دماغهم على قدهم.
دي بصوا هوريكم دلوقتي اللي هيعدي. بص ده هوملس، بصوا ما بيتكلمش، حاطط ورقه نسيسيتو ايودا. نسيسيتو ايودا بالاسباني يعني انا محتاج مساعده. احنا نعمله ايه؟ نديله الدولار دوت. بابا معانا دولار هنديهوله اهوت. عشان ايه؟ فالواحد ايه يعني، بصوا ما بيتكلمش، هو الورقة حاططها كده ما بيتكلمش. في ناس منهم مش محتاجة، يعني مش محتاجة يعني ايه دوت. ممكن يكون ليه مرتب والحكومة بتديله فلوس وبتديله اعانات وبتديله فود ستامب، بس هو حابب عيشة الشارع، هو حاببها. بيقول لك ايه، انا بنام في الشارع ولا بدفع ايجار ولا بدفع كهرباء ولا بدفع ميه والدنيا حلوه معاه، وبينام في اي جنينه وخلاص، والدنيا حلوه معاه. وهنا في بيوت، هنا في اللي هي بيت الهوملس هاوس دول دوت. يروحوا يستحموا ويغيروا ويغسلوا هدومهم، يعني كل حاجة ببلاش عاملينها لهم. مبنى كبير قوي، وانا معدي كان على اليمين، بس انا ما جاش في بالي ان انا اقول لكم عليه. يعني مبنى كبير، يخش يستحمى ويغير ويدوله بودرة والكلام ده كله، ويغسل هدومه، كل ده ببلاش، كل ده ببلاش. طبعا احنا ايه، الفيديو بتاعنا كده انتهى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وقبل ما تطلعوا من الفيديو لايكوا على الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله. انا وصلت يعتبر البيت خلاص اهوت، فاضل لي اكثر شمال ابقى قدام البيت اهو زي ما انتوا شايفين. انا هنقف اهوت، البوابة هنفتحها قدامكم حتى. فتحنا البوابة ونخشه، نركن وتمام كده. واقول لكم ايه، اقول لكم يلا سلام عليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. ورب تدعوا لابويا بالشفاء، ورمضان كريم عليكم وعلى كل اصدقائي واسرهم، وسلام عليكم.